السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا محبين هواية الصيد، كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده هقول لك فيه كل حاجة عن الاماكن اللي هتصطاد فيها في اجازة العيد، والادوار اللي شغالة، والناس اللي بتسأل على البحر الفرعوني والدكر الاحمر اشتغل ولا لسه. واحدة واحدة هقول لك كل حاجة في الفيديو ده ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. الناس اللي متابعاني، انا معرفتش انزل اصطاد في رمضان واصور لكم فيديوهات لظروف شغلي، فما عرفتش انزل، لكن المية شغالة. وهقول لك بناء على الناس اللي انا بطلع معاها، اللي هي انتوا بتشوفوها معايا في الفيديوهات، بقى سيبك من الناس بتقول لك المية شغالة ومش شغالة. الناس دي بقى بتطلع معايا في الفيديوهات كلامها ثقة، يعني هقول لك المية شغالة، يعني شغالة. مبدئيا كده، في شهر رمضان الرشيدي كان شغال، وكان شغال كويس قوي بالريم. هتقولي بتشتغل فين؟ عندك من اول اشمون لحد ما تطلع لحد كوبري الخطاطبة كده، كل ده شغال. هتنزل الادوار عليه شغالة بالريم، وشغالة كويس. اول ما المية نزلت كانت شغالة كويس، وشغالة دلوقتي. يعني هي بس هي المية اللي مش مستقرة شوية، ممكن تلاقي المية طلعت سنة نزلت سنة، بس هي شغالة، شغالة. وكان في ادوار فيها بولت كبير ما شاء الله. يعني الناس اللي معايا محمد وياسر والناس دي قالت لنا والكلام ده كله بعتولي، بس يعني مفيش تصوير ان انا اصور لك انزل لك فيديوهات والكلام ده كله، بس انا منزل لك ده عشان الناس اللي عايزه تطلع تصطاد في اجازه العيد، او الناس اللي بتسأل. اقول لك على الادوار اللي هتشتغل فيها. فعندك مبدئيا كده شغل الريم، هتشتغل. لو انت بتشتغل بالريم اشتغل معاك. انا بكلمك بقى عن الاماكن اللي الناس تصطاد فيها، عشان ما تقوليش يعني مثلا الناس تقول لي سد الاقصاص، انا ما طلعت سد الاقصاص. انا بكلمك على الاماكن اللي الناس اشتغلت فيها وخدت منها سمك. وبرضو معلومة للناس، اللي هو ما تبقاش انت مثلا من البحيرة ولا من كفر الشيخ والكلام ده كله، وتيجي تقول لي المية عاملة ايه. ما انا بكلمك على المية اللي انا شغال عليها. يعني لو واحد هينزل على صرف مزرعة، انا ما اعرفش صرف المزرعة تشتغل عليه ازاي. فيعني ايه، عشان ما نقعدش بس نضلل بعض واكرهك في الصيد والكلام ده كله. الواحد لما بيطلع على المية بالعود بتاعه ما بياخدش سمك وبينبسط، بصرف النظر السمك ده قيمته ايه، بيبقى عايز يرمي العود في المية تاني. فانت خلصنا من قصة الريم والبحر وفرع رشيد. عندك من اشمون لحد ما اطلع كوبري خطبة، الناس كل الادوار دي كانت شغالة وكانوا بياخدوا منها سمك. طيب الناس اللي بتسأل على البحر الفرعوني، البحر الفرعوني ابتدى ينقر. يعني الدكر الاحمر الفراولة ابتدى ينقر. تعالى تقول لي ناس انا بطلع وما اخدش. انت في بداية الموسم اختار الدور اللي ميته عالية، ما تختارش دور غويط. الدور اللي هو انت رامي فيه كبيره متر وربع، متر ونص، ده الشمس بتضرب فيه فبتسخن المايه بدري، فالدكر بيشتغل فيه بدري. ما تختارش دور فيها ظل تحت شجر، تحت بوص وهيش عالي، خدت بالك، فبيبقى ظل. لا، اختار دور مفتوح الشمس ضاربة فيه، ودور عالي هتاخد منه سمك. ومعلومة بسيطة، ناس كتير بتوقع سمك الفترة اللي انت فيها ديت. السمكة بتبخ. يعني ايه السمكة بتبخ؟ يعني السمكة دلوقتي بتاخد عيالها في بقها وترجع تدخلهم تاني، بتقعد تفحت، او بتعمل الجورة بتاعتها او الطبق بتاعها او الصحن بتاعها، ايا كان المسمى بقى اللي الناس بتسميه في كل حتة. فالبق بتاعها بيبقى طري جدا. بتيجي انت تشد، تضرب معاك، تشد شد شد، تتعافى، تبقى السمكة راحت. فلان بقها طري جدا فبيشرب، السن بيشرب. فدي يعني ايه بقى اللي بيقول لك ايه، الناس اللي بتحب، الناس الحريفه بقى اللي بتشتغل بعود رقع شويه وفتله رفيعه. دي ميزه الفتله الرفيعه. ليه؟ لان انت عارف ان الفتله الرفيعه فما بتقرصش عليها، فالقمه بتقرصش على السمكه. العود الرقع مش الجبر، ميزته ان هو ما بيديش عزم للسمكه تقطع. فالايام ديت هتغلط معاك بياض، وهيغلط معاك الدكر الاحمر ده هيبتدي يشتغل. وحتى لو انت بتشتغل بالريمة برضو، فما ايه، ما تقرصش على السمك. لو عندك عذر اشتغل بيه. خلي عود جبر. طب خلي الفتلة بتاعتك ضعيفة 18 20، عشان تبقى عامل حسابك ان انت ايه، ما تقرصش على السمك. قرصت عليها هتشرم وتقع. الناس كلمتني بتقول لي احنا بنوقع سمك كبير قوي كذا مرة ورا بعض. طب ما هو طبيعي، ما هي في الفترة ديت السمكة مش مستحملة، فهتشرم منك. لا تصطاد بعود رقع، لا تخلي الفتلة بتاعتك رفيعة شوية. وكلمتين للناس يا جماعة، ما تضللش حد على المية. لو مش هتفيد حد ما تضللوش. المعلومة اللي انت بتديها لواحد وبياخد منها سمك وبيعلمها لغيرك والكلام ده كله، ده بتبقى زي صدقة جارية. السمك اللي بياخد انت بتاخد ثوابها. انا مثلا علمني حماد الفار، هو اللي علمني الصيد. وانا المعلومات اللي انا بديها لكم ديت مثلا من اللي هو اداها لي.
واتعلمته منه ووداني اماكن كتير والكلام ده كله، وياسر من بعد منه اتعلمت منه برضه والكلام ده كله. فالمعلومه ديت هي بترجع لهم بياخدوا ثوابها. فاللي انا عايز اوصله لك، انت لما بتعلم واحد حاجه، واحد قاعد جنبك ما تضللوش رامي فيلا قد الطوبه ورامي خط صب خط 60 والشغل كله بخط 30 و18 والكلام ده كله، قول له. مش هتقول له يا اخي ما تضللوش. حماده مثلا مبقاش يطلع معايا لان حماده كان الصيد بالنسبه له اكل عيش. فلما نطلع الفيديو الناس تبتدي تسال الدور فين، فنقول للناس على الدور، فهو يطلع مثلا ينزل يومين اجازه عشان يشوف اكل عيش والكلام ده كله، ومصدر رزق ليه، يروح يلاقي 30 واحد قاعد في الدور. فبقى التصوير بالنسبه له مشكله، او اعمال فيديوهات بالنسبه له مشكله، بقت رصيف اكل عيشه من الاخر. والقناعه والفيديوهات والكلام ده ما بناخدش منها حاجه، يعني لحد دلوقتي ما بناخدش منها حاجه، فماش مجديه. بس في الاول وفي الاخر اللي انا عايز اوصله لك، يعني دي زي صدقه جاريه. فما تقرفش واحد عما هو اصلا طالع قرفان وطالع مخنوق وطالع يفك نفسه شويه، وكلنا كده. فما ترازوهوش اكتر ما هو متراضي، يعني لو لا تسيبه لا اما ما تضللوش. لان انا بشوف ده بعناية، بنبقى قاعدين على المية ويضللوا يعني، حتى لو بيعمل حاجة صح فهو يخليه 90% بقى غلط. فصاحبي لو مش هتفيد حد ما تضللش حد. ليك استفسار عن اي حاجة اكتبها لنا في الكومنتات، وان شاء الله في العيد ده باذن الله هصور لك شوية فيديوهات حلوين واقول لك فيهم شوية معلومات كويسين، وهنشتغل الموسم بتاعنا ازاي. وهو موسم الريم هرب منا، انشغلت في شهر رمضان وفي نفس الوقت المايه ما نزلتش جامد، بس هو شغال دلوقتي للي عايز يطلع. يلا كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديوهات العيد ان شاء الله. السلام عليكم.